تسمح لي أجاوب يا حاج؟ نعم نعم. من قام بقتل هؤلاء هو معاوية بن أبي سفيان، وأعتقد أن يا حج اليوم دوري أن أنا أعلن استبصاري على قناتك يا الله مباشرة. أنا الحمد لله اهتدينا إلى الدين الصحيح بعد 55 سنة من التضليل والكذب، ولكن الحمد لله كشف الله بكم الغمة وأزال الهمة ورفع الهمة، فالحمد لله على كل حال. يا الله جزاكم الله ألف خير يا حاج. أحببت إنه أنا أعلن استبصاري. أنا الحقيقة ما كنت أبغى أعلن، ولكن أبغى أدعو لكم دعوة وأمنح الأجر حق الاستبصار هذا لكم ولكل القائمين من الإخوان فردا فردا، لعل الله يجعلنا في شيعة فاطمة رضي الله عنها وعليها السلام، هي وأبيها وبعلها وبنيها إن شاء الله. والله فاجأتني، الله يبارك بيك، والله يفرح قلبك، وأسأل الله أخوك أحمد، أخوكم السلام عليكم، أخوكم أحمد عمر من المدينة المنورة. نتشرف بيك يا أستاذ، اللهم صل على محمد. طيب الآن مستعد أنه تكون ويا سيد ميثم وتعلن الشهادات الثلاث؟ يا الله. نعم بكل تأكيد. يا الله يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم نتشرف بإعلان الاستبصار على هذه القناة وعلى يد أشخاص أخيار مثلك أنت والسيد ميثم والسيد أحمد الإمامي، يعني وأبو كريم وأبو يوسف، نقول لكم كل الاحترام يا حج وعد. اللهم صل على محمد وآل محمد يا رب العالمين. يا الله يا الله. ونقول لسيدة الزهراء عليه السلام: هذه بضاعتنا يا زهراء، هذه بضاعتنا يا زهراء. الحمد لله على هذه النعمة التي حفنا الله تبارك وتعالى أن أخوة من قبيل الأخ أحمد يشاهدون هذه القناة ويتأثرون بالقناة. والله فاجأني، لأن هو الأخ أنا أدري به يعني حتى من اللهج، لكن الحمد لله رب العالمين. وسيد ميثم إن شاء الله تبارك وتعالى هذا خير آخر ساقه الله لك سيدنا الحبيب. تفضلوا بالصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. وجودكم حجينا العزيز، أخونا العزيز، الله يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله. تسمعني؟ نعم يا سيد. الله يبارك فيك ويحفظك ويطول عمرك ويوفقك إن شاء الله. قل معي: أشهد أن لا إله إلا الله. قل معي: أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وآله. وأشهد أن عليا وفاطمة وأبناءهم المعصومين بالحق حجج الله. وأشهد أن عليا وفاطمة وأبناءهم المعصومين بالحق حجج الله. ووالي أولياءهم وأبرأ إلى الله من أعدائهم. ووالي أولياءهم وأبرأ إلى الله من أعدائهم. أحسنت، وفقك الله، هنيئا لك. أريدك بس تدعو معي هذه الدعاء: اللهم لا تخرجني من هذه الدنيا إلا وأنت راض عني يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجني من هذه الدنيا إلا وأنت راض عني يا أرحم الراحمين. اللهم إني أتولى محمد وآل محمد عليهم السلام. اللهم إني أتولى محمد وآل محمد عليهم السلام. اللهم لا تفارق بيني وبينهم طرفة عين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفارق بيني وبينهم طرفة عين يا أرحم الراحمين. ببركة الصلاة على محمد وآله المعصومين. ببركة الصلاة على محمد وآله المعصومين. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى الله. جزاكم الله خير يا حج. اللهم اجعل أجر للحج وعد والسيد ميثم والأخ أحمد الإمامي والأخ أبو كريم ولكل من عرفت ومن لم أعرف من أخوان الشيعة. جزاكم الله خير على حسن استقبالكم لنا يا سيدي. والله يعني ساحتك غنية
وأنت شخص غني بالعلم وكلكم أغنياء بالعلم، فنرجو يعني عدم تغيير أي منهج من المناهج أو الطرق أو الأساليب اللي بتستعملها الآن، فهي فعالة 100%. يعني أنا أؤكد الكلام ده. أنا أعرف أنه سمعت الأخوان ينتقدوا بعض طرقك ورحابة صدرك، ولكنك على الدرب الصحيح يا حاج وعد. يعني لا تغير أي شيء، أنت بأسلوبك هذا يعني جذبت الطيور الطائرة في السماء لتقع على مركز علمك وعلى مجلسك، فجزاك الله عنا كل الجزاء، وجزاك خيرا عنا وعن أهل البيت الطيبين الطاهرين أجمعين يا رب العالمين. شكرا لك يا الله حبيبي. يرحم والديك وجزاك الله خير. دعائك أرجوك ما تنسانا بالدعاء، وأرحب كذلك وبقي اثنين برضه، بقي اثنين ان شاء الله نستقبل ابو اديب وعمار ان شاء الله ان شاء الله. حيا الله الاخ خالد وابو عائشه. ان شاء الله. انا اتوقع انه معاويه وابو عائشه وابو اديب، واتوقع ان شاء الله في القريب العاجل، لانه خلاص يعني فقدوا كل الكروت حقتهم، والحج وعد اثبت كل الاثباتات. ما اعتقد انه لهم اي طريق اخر الا طريق الاستبصار. يا الله يا الله، رحمة الله على والديك، يجعلهم يسخرهم لك ادوات ان شاء الله يا حاج وعد، يدافعوا عنك هذول اللي ضدك الان. الله يبارك فيك مولانا، رحمة الله على والديك. لا تنسانا من دعائك علي حميد، ما تنساني من دعائك. اي الله يوفقكم ان شاء الله. كلكم اخواني الحاضرين والغائبين لكم ان شاء الله في الصلاه. اخ احمد، خير الدعاء. اخ احمد بالله عليك في هذا اليوم المبارك وهذا الاعلان الطيب، بالله عليك انه ما تنساني انا والكادر والسيد وسماحة الشيخ واحمد الامامي وابو كريم وابو يوسف وكل القائمين على القناة. الله يرحم والديك، ما تنسانا بالدعاء، لانني اعتقد ان ابواب السماء مفتحة. اسال الله ان يتقبل منك، ورحمة الله على البطن ان شاء الله. ادعي لكم في الروضة الشريفة في الحرم النبوي يا الله ان شاء الله.